السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين قناة الحياة الريفية. اليوم عدنا لكم إن شاء الله من جديد، وسويت لكم سفرة صغيرة من الخيوط وبالسنارة اليدوية. يا رب إن شاء الله الفكرة تعجبكم، وشغلة بسيطة وإن شاء الله تتعلمونها، مو صعبة، ما بيها شي صعب. ولا تنسون القناة باللايك والاشتراك، وإن شاء الله أقدم لكم شكو جديد ونعرفه إن شاء الله ما نقصر عنكم. هاي اللي شوفوا هسه الحياكة مالتي حياكة بسيطة ما بيها شي، هي شون السلسلة وتفتر عليها، شغلتها كلش بسيطة، وسفرة صغيرونة تقدرين تخلين عليها عالطاولة وتخلين عليها خبز، اي شي تريد تخلين عليها خبز او تخلين عليها جدرية شوية حارة، يكون ان شاء الله الخيط مالتك اللي تشتغلين بيه شوية ذخين، انا طابقته وملونته حتى يطلع شوية شكلها حلو. يعني بوقت اذا عندك وقت فراغ تستغلين وقتك يعني بشغلات تفيد المطبخ مالتك. انا من اقعد شغلات بسيطة يمي اسويهن لاني استغلهن للمطبخ. والخيوط همينة يعني مو مشتريتها جديدة، فالخيوط اللي عندي بالبيت، مثلا عندك هسه انتي بالبيت بلوز قديم تقدرين تفلين الخيوط مالته وتلفينها، واذا رفيع يعني تطبقينه مرتين ثلاثة، وبعدين تشتغلين بيه تستغلينه، يعني بينما كان قديم تشغلينه تسوينه شغلة جديدة أو فكرة جديدة أنت تريدينها. فيعني واحد يستغل الحاجة اللي عنده القديمة يعيد التدوير مالتها تصير جديدة. وحتى همينة ما تاخذ وقت من عندك، يعني إذا تريد تشتغلين بيها يوميا اشتغل لي ربع ساعة. وهاي الشغلة تشوفون كلش بسيطة. فاستغلوا الشغلات اللي عندكم اللي بالبيت، حتى إذا تقدرن يعني تسوونها من قماش، خيوط، فستان مثلا قديم، خيوط نايلون، مو شرط الا خيوط يكون قماش وانت تقصصينه تسوينه خيوط رفيعة، فهم تقدرين تحوكينه. اذا حابات يعني اسوي لكني هالشغلة فعندكم انتم بالتعليقات، همينة اسويها لكم اذا تريدون يعني اسويها وتتعلمونها. هسه هاي خيوط انا مسويتها مو قماشات، اي قماش نايلون عندك تقدرين تقصينه وتسوينه لفة وبعدين تشتغلين بيه. همين يفيد دواسة مال بيه، العفو اقول مال حمام، مال غرفة، سفرة صغيرة، فذني كلهن تقدرين بامكانك انت تصنعينهن. هنا انا ذني كلهن اشتغلهن بيدي بالبيت، بالوقت اللي عندي فراغ ذني استفاد من عتهن اشتغلهن.
شاء الله فكرتنا اليوم عليكم سهلة مشاهدين قناة الحياة الريفية. يا رب الله لا يحرمنا من عندكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.